أهلا بحضراتكم جميعا. النهارده هبتدي مع حضراتكم. في البداية أحب أعرفكم بنفسي. أنا أشرف شندي، مشهور بفنان الرحاب. خلال الفترة اللي فاتت وغلو الخامات وغلو كل المنتجات علينا، كتير مننا مش قادر، محتاج مثلا يصنع ترابيزة أو يغير ترابيزة بيته أو يعمل مطبخ أو يعمل أي قطعة موبيليا. مش قادرين طبعا بسبب الغلو اللي كلنا ملاحظينه. علشان كده انا مع حضراتكم النهارده علشان نصنع عفش بيتنا بارخص الاسعار، وهنقل لحضراتكم خبره 40 سنه في مجال الموبيليا، وتقدر تصنع كل قطعه اثاث في بيتك بنفسك او بنفسك. ست البيت دايما قاعده بتشتكي من الفراغ وما عندهاش وقت، وما عندهاش يعني وقت كبير ومش عارفه تعمل ايه. فهنقل لحضراتكم ازاي تصنعي. الموضوع يا جماعه موضوع سهل. مع تطور الموبيليا او تطور المكن خلال الفتره اللي فاتت فنقدر كلنا نصنع كل حاجه. النهارده انا مع حضراتكم هنصنع مع بعض من البدايه اهو طقطوقه او ركنه او ترابيزه صغيره. زي ما حضراتكم شايفين ده خشب ام دي اف متغطي بطبقه ميلامين. ده بيجي جاهز. باخد الخشب وبقطعه المقاس اللي انا عايزه في اي مكنه شريط، وبعد كده بتلزق الحرف شريط اهو بيجي بيكون كده. وبعد كده ببدا بحط حاجه بس ناعمه كده على السطح اللي هشتغل عليه وبحطها بالشكل ده. والقطعه دي اللي قدام حضراتكم دي بتتباع في منطقه الرواي، منطقه سهله جدا. ببدا اثبتها في المنتصف. بحاول ان انا اقيس زي ما حضراتكم شايفين اهو. هنا مثلا 12 سم، هنا 12 سم، هنا 12 سم. اهي الثلاث اماكن او الثلاث زوي نفس المقاس علشان تكون في المنتصف. وباخد بالي جدا ان هي تكون في المنتصف علشان تكون مظبوطه وتكون شكلها كويس. بقيس اكتر من مره علشان اشتغل مره واحده. وبعد كده ببدا دي مسمار اهو. براعي طبعا ان المسمار هجيب بس الشنيور اللي هشتغل بيه، وده دريل بيتباع في اي مكان. وببدا اهو اجمع اربط المسمار كل مكان. بتاكد ان المسمار ما يكونش طويل علشان ما يفتش من الناحيه الثانيه، وبتاكد ان المسمار اتربط بشكل جيد كويس اهو. وبربط كل المسامير اللي في القاعده. وزي ما قلت لحضراتكم الموضوع يا جماعه موضوع سهل جدا جدا جدا. نقدر اي حد يعمله بنفسه، ونقدر نصنع الترابيزه بنفسنا. والموضوع زي ما حضراتكم شايفين اسهل مما تتخيلوا، ونوفر ثمن كبير. دي سعرها في السوق الطقطوقه دي دلوقتي بتتراوح من 700 جنيه ل 1000 جنيه. لو حضرتك عملتها بنفسك الموضوع كله مش هيكون مكلف. الرجل دي تقريبا بتتباع ب 70 جنيه، الثلاثه ب 110 جنيه، والقطعه دي تقريبا ب 50 جنيه، يبقى 260 جنيه. وبركب ثلاث مسامير زي ما حضراتكم شايفين في الرجل. المسمار تقريبا 20 جنيه، يبقى نجمع كده 210 و60 للثلاث مسامير، يبقى 270 و50 جنيه للقطعه دي، يبقى 50 جنيه للقطعه و210 سوري 210 و50 210 و50 يبقى 260 و60 جنيه، يبقى 320 جنيه. والقرصه دي مش هتتكلف عليك 50 جنيه، يبقى 200 320. والقرصه مثلا حوالي 60 جنيه،
يبقى كل الترابيزه هتكون يمكن 370 جنيه او حاجه كده. رقم طبعا ما هواش كبير. ووفرنا مئات الجنيهات. طبعا احنا مركبين المسمار في الرجل ده، بنخرم للمسمار وبنركبه، بنربطه عادي، وبعد كده بنربط الثلاث رجلين زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. موضوع سهل جدا. ادي اول رجل اتربطت وتاكدنا ان هي مسكت للاخر اهي، جامده جدا وزي الفل. وبعد كده هربط الرجل الثانيه، وزي ما حضراتكم شايفين الموضوع ما خدش مننا اكتر من دقايق. لو حضرتك ما عندكش، مش عارف تجيب الرجلين منين، اتصل بيا، انا سايب التليفون بتاعي وابعت لكم الرجل دي لغايه عندك. وممكن كمان لو عايز القعده ابعتها لك لغايه عندك، والقرصه، وحضرتك تجمعها بنفسك وتوفر مبالغ كبير. وادي شكل الترابيزه قدام حضراتكم اهي. ايه رايكم؟ حاجه بسم الله ما شاء الله، جميله جدا وما كلفتش حاجه وسعرها رخيص. وادي شكلها من تحت، وادي وفينشنج نظيف وحاجه شياكه وجميله جدا جدا جدا. وسعرها زي ما قلت لحضراتكم بتتكلف علينا 370 جنيه وبس. مستنيه ايه؟ بعد ما تتفرج على الفيديو يا اما تجيب الرجلين من عند اي مكان، او اتصلوا بيا ابعت لكم الرجلين وابعت لكم القطعه اللي بتجمع بيها القرصه والرجلين، وابعت لكم المسمار وتجمعها في نفسك. والموضوع مش مكلف. وفي نهايه لقائي تحياتي اشرف شندي، وانتظروني هكون معاكم.